السلام عليكم غزالات ديالي. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير الريب في المنزل. كيجي صراحه رائع البنات وعاقد ومتماسك وسهل في التحضير. تبعوا معايا الطريقه كامله باش ينجح معكم. اولا بالنسبه للمقادير كنحتاجوا لتر ديال الحليب كنوضعوه في واحد الكاسرونه كيف ما كتلاحظوا وكنوضعوه فوق النار حتى كيغلى. من بعد كندوز نصاوب الخليط اللي غادي نخلطو مع الحليب. كنحتاجو فيه علبه ديال الياغورت بنكهه الفانيلا. دائما البنات الياغورت اللي كنستعملوه في الريب خاصو يكون عاقد باش ينجح لينا الريب. من بعد كنضيف ليه 2 اكياس ديال الفانيلا و2 معالق ديال السكر السنيده. وبالنسبه للسكر يمكن لكم انكم تزيدوا او تنقصوا على حسب الرغبه ديالكم. ونخليو الخليط جانبا. كندوز نشوف الحليب ديالنا من بعد ما غلا كنطفي عليه النار كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نزول ليه ديك الكشكوشه اللي كتشكل ليه من الفوق. ضروري البنات انكم تزولوها باش ينجح لكم الريب. من بعد كنوضعوا الاصبع ديالنا في الحليب الا تحمل درجه الحراره كنضيفوا ليه داك الخليط اللي حضرت معكم في الاول. ضروري البنات الحليب خاصو يكون ما باردش بزاف وما سخونش بزاف، يكون في واحد درجه الحراره المتوسطه. وهنا غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيه من اي حبيبات فيه. ومن بعد البنات كنبدا نعمر في الكؤوس كيف ما كتلاحظوا معايا. هاد الطريقه راه ساهله بدون طنجره الضغط. صافي كنعمرهم وكنبدا نوضعهم في البلاطو ولا واحد الصينيه وكنستمر هكا حتى كنعمر الكؤوس ديالي كاملين. من بعد ما وضعنا الريف في الكؤوس كنجيبوا السلوفان وكنغلفوا الكيسان ديالنا بهذه الطريقه. كنحاولوا نغلفوا مزيان البنات باش ما يدخلش ليهم الهواء. من بعد غنجيب فوطه اللي سخونه وغنغطي بها الريب ديالي. كيف ما يمكن لكم البنات انكم توضعوه في الفران من بعد ما طيبوا الخبز ويبرد لكم شويه داك الفران يولي دافي وتوضعوا فيه الريب بهذه الطريقه كيوجد لكم دغيا. صافي انا هنا غادي نخليه غير برا، غنوضع عليه واحد المانطه اللي تكون ثقيله وغنخليه في واحد المكان اللي يكون دافئ تقريبا 10 ديال السوايع. وهذا هو الريب ديالي من بعد ما وجد كيجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا ناجح 100% وعاقد. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. هذه هي النهايه ديال الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.